سيدي جابر وكافيهات سيدي جابر اللي قلب الدنيا في اسكندرية. السلام عليكم، وبنتقابل في جولة جديدة من جولاتنا من قناة دانتيلا، قناة سكندرية مهتمة بكل شيء في اسكندرية. وجولتنا النهاردة في مكان عامل قلبان وعامل دوشة كتير في اسكندرية، والحقيقة كمان برا اسكندرية. كل الناس اللي حابة تزور اسكندرية بتسأل دايما عن منطقة سيدي جابر وعلى الكافيهات الموجودة على البحر في سيدي جابر. ومن أشهر الكافيهات دي الموجودة على البحر في سيدي جابر طبعا ممشى زووك، وهو مالوش يعني كتير في اسكندرية، هو جديد. وكمان بوينت 6 مول، وده بقى مش هقول لكم جديد، ده لسه تحت الإنشاء يعني يعتبر. هنصور بقى النهاردة في ممشى زووك، وهنشوف كل المطاعم والكافيهات اللي فيه والإطلالات بتاعتها، وكمان هندخل بوينت 6 من جوه زووك، وهوريكم ازاي بندخل بوينت 6 من جوه زووك. هنا احنا كنا دخلنا الممشى وعدينا على كذا مطعم وكافيه، كان اولها وابرزها مطعم شريمبك، وده بتاع مأكولات بحرية واسماك، بس هو غالي شويتين. وكان قبله كافيه بابلو، وهو من اشهر واقدم الكافيهات اللي ليها اسم ووجود في كل مكان في اسكندرية. يعني في اي مجمع كافيهات لازم هتلاقي بابلو موجود. في جليم باي هتلاقيه، في تيفولي دوم، في ستانلي على كوبري ستانلي من فوق عند ماكدونالدز وكده هتلاقي برضو في فرع البابلو. والحقيقة ان شهرة بابلو او انتشاره الواسع ده لان اسعاره مش مبالغ فيها، ومن مميزاته كمان ان هو بيعمل عروض فطار حلوة قوي الصبح، مش بتلاقيها عند ناس كتير، يعني عند كافيهات كتير. وعدينا كمان على كافيهات تانية زي بابا روتي وعراكيا وبوخارست وأوتانتك، لكن أشهرها وأكثرها شعبية هو كافيه عراكيا، لأنه بيبقى عامل فقرات كده جديدة وحفلات فدي مسمعة شوية. شوفوا هنا كمان بقى في ايه في زووك، في كيدز اريا فيها شوية ألعاب حلوة قوي بيحبها الأطفال جدا، اللي هي ألعاب بقى البلاي ستيشن والفي ار والحاجات دي. يعني لو جايين زووك ومعاكم أطفال كمان هتلاقوا مكان حلو قوي يتبسطوا فيه ويلعبوا الألعاب اللي بيحبوها. بصوا بقى هنا كنا قربنا يعني نوصل لآخر الممشى، فببص كده بقى ورا، بصوا الكورنيش بعد قوي، يعني الأنوار البيضاء اللي انتوا شايفينها دي كورنيش اسكندرية. فأنا حاسة ان احنا بعدنا قوي كده على الكورنيش، وحاسة ان احنا رحنا مسافة كبيرة قوي. الممشى تحس ان هو طويل جدا، مع اني لما بسأل هناك يعني هو كم متر جوه البحر، قالوا لي 250 متر. انا حسيت وانا ماشيه ان هو كيلو تقريبا، مش 250 متر ابدا. وهنا بقى بندخل على كافيه سانتوريني، وكافيه سانتوريني مختلف عن الكافيهات كلها اللي عدينا عليها واحنا داخلين من الممشى، لان اطلالته مش على البحر المفتوح بقى من بعد الممشى، لا العكس. يعني كافيه سانتوريني وكمان كافيه الواحة اللي هنشوفه دلوقتي بيبصوا على الكورنيش. يعني بصوا لو انت قاعد في الكافيهات كلها اللي عدت هتبقى اطلالتك بقى على باتجاه كيلوباترا وسبورتنج والمناطق دي، لكن لو انت موجود في كافيه سانتوريني او الواحة هتبقى الاطلالة مختلفة. شوفوا هنا هجيب لكم بقى الفيو كامل من على كافيه الواحة. بصوا بقى احنا بنشوف ايه، انت كده دي هنا حاليا على اليمين ده كافيه سانتوريني، ومن بعده الشماسي اللي انتوا شايفينها دي بوينت 6. يعني كده الفيو مختلف تماما عن فيو الكافيهات اللي الناحية التانية في نفس الممشى. احنا كده بصوا شايفين اهو كورنيش اسكندرية من ناحية كوبري ستانلي ومن ناحية كوبري سيدي جابر. ممكن بنشوف هنا من هنا كمان مجمع كافيهات تيفولي دوم على البحر برضو. يعني هو تحس المنطقة هنا يعني جزيرة الكافيهات، يعني حقيقة هي كلها متجمعة، كل الكافيهات متجمعة حوالين المية اللي احنا شايفينها دي، القطعة دي من البحر يعني. واكيد ده اللي خلى لمنطقة سيدي جابر هنا شهرة جامدة قوي، لان خلاص يعني بقى كلها كافيهات.
تعالوا بقى هنا نشوف ازاي هندخل بوينت 6 من جوه ممشى زووق عادي جدا، لان هم اصلا جيران. شايفين بقى الشارع ده او الممر اللي احنا معديين منه ده موجود جنب كافيه سانتوريني، بيودي على الباركينج. الباركينج ده مشترك فيه بوينت 6 وزووق. بصوا بقى هنا في دخلة البوينت 6 من الباركينج، تقدر تدخل منها بدل ما لسه بقى هتطلع من زووق ترجع تاني على الكورنيش وتدخل من مدخل بوينت 6. لا، بوينت 6 له مدخل تاني هنا اهو من عند الباركينج. وتعالوا نشوف بقى بوينت 6، المكان الجميل قوي ده اللي خطف قلبي شخصيا وخطف اهتمام ناس كتير قوي في اسكندرية، وزي ما بقول لكم كده من بره اسكندرية عجبهم قوي المكان، لانه بيجمع بين حاجات كتير قوي. لو انت عايز تقعد قاعدة على البحر، قاعدة بقى شاطئ رملي كأنك في الساحل، تطلب مشروب وتقعد اليوم كله على البحر بفيو البحر وقاعدة رايقة، هتلاقيه في بوينت 6. ولو كنت كمان من هواة الكافيهات المقفولة او المطاعم بالقعدة التقليدية بقى، الترابيزات والكراسي والكلام ده، برضو هتلاقيه في بوينت 6. لان هنا بقى هصور لكم الجزء التاني بقى اللي هو مش على الرملة، الجزء التاني فوق كافيهات بقى مقفولة ومطاعم، لكن برضو تقدر تشوف المية وتقدر تشوف البحر وطلتها حلوة جدا. شوفوا بقى هنا اهو بنبص على ايه، على كافيه سانتوريني وكافيه الواحة والمنوفي الكبابجي اللي كنا لسه جايين من عندهم. هو بصراحة بوينت 6 في مكانه ده اختراع. شوفوا الفيو هنا بقى والقعدات، وفكرة المراجيح الجديدة دي مش موجودة كتير قوي في اسكندرية. المرة دي صورناه بالليل، لكن لو عايزين تشوفوه كمان بالنهار في فيديو مخصوص لبوينت 6 على القناة، هبقى احط لكم اللينك بتاعه في الوصف وفي التعليقات، وهسيبه لكم كمان في نهاية الشاشة، لان طبعا تصوير بالليل مش مبين جماله، او للامانه يعني هو بالليل له طعم وبالنهار له طعم تاني. يعني عشاق النهار زي انا بحب جدا كل حاجه بالنهار، بحب اروح اي مكان بالنهار، فبيبقى له جمال بالنسبه لي. وفي ناس بتحبه بالليل بقى بالاضواء والديكورات دي، بيبان جمالها بالليل اكتر. كباب اوزي فتح هنا وعامل ديكورات رمضانية جامدة جدا، وعامل اضواء حلوة قوي. هنا دي الديكورات الخاصة بقى بوينت 6 بتاعت رمضان. وهنا مكان الاكوا بارك، هتشتغل في الصيف طبعا. كافيهات كتير فتحت عن ما صورنا المرة اللي فاتت، كان فيه لسه حاجات كتير ما فتحتش لسه، كانت تحت الانشاء. وهنا المدخل الاساسي بتاع بوينت 6 اللي هنطلعه منه بقى. بصوا دي زينة رمضان بقى بتاعت بوينت 6. لما كنا صورناها اخر مرة كنا في اجواء بقى رأس السنة وشجرة الكريسماس والغزلان. كباب اوزي له مدخلين، مدخل من هنا ومدخل من على البحر. بصوا الديكورات الجامدة دي بتاعت رمضان بصراحة جميلة جدا لأنها بسيطة ومختلفة. شوفوا كمان المكان الواسع اللي على شمالنا ده تقريبا هيبقى سكيتنج، لكن لسه ما خلصش برضو. شوفوا هنا كمان كارفور فتح اهو، لكن كارفور على فكرة مقاطعة مش بدخله، لكن هدخل اصوره لكم. هنشوفوه بقى من جوه، ايه كبير صغير الدنيا ايه هنشوفه.
كده دخلنا. يعني هو صغير جدا، لكن اهو مكان برضو موجود، لان لو عوزت حاجة او كنت ناسي حاجة ممكن تجيبها من كارفور هنا وانت جوه الكافيهات. لسه جديد خالص طبعا. بس وكده طلعنا من كارفور. دي ساحة بوينت 6 وأجواء بوينت 6 وجمال بوينت 6. وهنا هقول لكم ان الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تكون جولتنا في بوينت 6 وزووق عجبتكم، وردت على أسئلة كتير بتسألوها عن الكافيهات في سيدي جابر وفي اسكندرية على البحر. وأكيد لو بيعجبكم محتوى القناة عندي ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان يوصلكم مني كل جديد.